السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين والمتابعين موقع أنا وسيط لتعليم التسويق العقاري. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو مشكلة بتقابل معظم المستشارين العقاريين، وهو التعامل مع العميل قليل الذوق. سواء العميل ده كان مالك عقار أو كان بيبحث عن عقار، في الحالتين انت خسران. بس خلينا نتكلم بشكل اكثر تفصيلا في الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتتابعوا معانا الفيديوهات الجديده. طيب، الفيديو ده احنا مقسمينه على قسمين. القسم الاول وهو ايه هي المشاكل اللي محتمل ان انا اقابلها في حاله عملت او كملت في التعامل مع المالك قليل الذوق، وفي القسم الثاني طيب اعمل ايه، وبالظبط لو ايه اللي حصل اتصرف ازاي. طيب، اول حاجه بالنسبه للعميل قليل الذوق، المشاكل اللي احتمال ان انت تواجهها اولا هو ان انت تخسر وقت او مجهود او فلوس. وقت او مجهود او فلوس انت هتستثمرهم في التسويق العقاري، سواء كان البيع او الايجار، وده هيحصل عن طريق ان الاتفاق مش هيتم او التسويق مش هيحصل. وده ليه اسباب كتير، من ضمنها ان انت ممكن تيجي في وقت من الاوقات ما تستحملش انك تكمل معاه، لان انت بالفعل عليك ضغوط فهي مش مستحمله. تاني حاجه انه احتمال كبير انه يكرهك في شغلك، يعني يخليك تكره التعامل مع العملاء بشكل عام. تالت حاجه وهي انه احتمال كبير انه وقت التنفيذ، وقت كتابه العقد ده اذا تم هيتعامل معاك بشكل غير لائق في ان هو يدي لك حقك او العموله. طيب، رابع حاجه ودي حاجه مهمه جدا جدا، وهي انه ممكن وقت تنفيذ العقد ووقت المقابله ما بين البائع والمشتري او مالك العقار اذا كان مؤجر والمستاجر، ان المستاجر ما يستحملش وما يلاقيش ان في اي جدوى من ان هو يتعامل معاه، ويقول لك يغور العقار من وشه. فبالتالي ده هيودي لنفس النتيجه الاولانيه، اللي هي ان انت خسرت وقت ومجهود وفلوس كمان وانت بتسوق للعقار. طيب، دي المشاكل اللي احتمال تقابلها. طيب، بالنسبه للجزء الثاني من الفيديو، وهو احنا بنتكلم عن ايه الحلول، اعمل ايه لما اجي اتقابل مع المالك. بصوا، هو مفيش غير حل واحد بس، انا هحاول اشوف لكم حلول. اول نقطه، لو هنفترض ان ده كان اول تواصل ما بينك وما بين مالك العقار، سواء العقار كان عرض البيع او الايجار، والتواصل ده كان اما عن طريق التليفون او عن طريق المقابله، المهم ده كان اول مره تتواصل فيه مع العميل، اول مره تكلمه بالتليفون ولقيت قله الذوق واضحه جدا، او انك اول مره تقابله كلمته كان مكالمه عاديه، قابلته لقيت ان قله الذوق واضحه جدا في المقابله. في الحاله دي انهي العلاقه فورا، على طول ما تستناش. ممكن يكون في التليفون قله الذوق بتبقى ليها اشكال كتير، مش هقدر طبعا ان انا اذكرها كلها ولا هتيجي على بالي حتى، بس من ضمنها مثلا لا 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 تيجي تشوف تعمل بايه، انا بعت لك الصور وخلاص. لما يكون معاك عميل يبقى هاته، يتعامل معاك بشكل يستخف باهميه ان انت تاخد خطواتك او الستبس. لا خليها بعدين نبقى نتفق على العموله دي بعدين مش دلوقتي. هات بس يلا ورينا شغلك. ايا كان، لو كان التواصل اول مره انهي العلاقه معاه فورا. طيب، لو كان اول مره تواصل معاك كويس لكن تاني مره حصل ان هو اتعامل معاك بقله ذوق، اعمل ايه؟ اديله عذر. ايه هو العذر؟ العذر اللي ممكن يكون فيه عنده ظرف، ما حدش يعرف ظروفنا ايه، كل واحد ممكن يبقى عنده فيه مشاكل، طبعا مش هينفع ان هو يحكي لك عنها او انت هتعرفها، انت بس هتلاقي سلوكه متغير معاك. لو هو بيتعامل معاك او الموضوع ده حصل معاك تاني مره، احذر في التعامل معاه بعد كده، لكن ممكن تديله عذر. طيب، لو ده بقى كان في مره بعد كده، يعني هو اول مره او مرتين او ثلاثه او على طول دايما بيتعامل معاك بشكل كويس، وحصل معاك ان مره كلمك بقله ذوق وحصلت مره كده وما اتكررتش، خلاص دي اديله عذر ان هو كان عنده مشاكل. طيب، احنا عرفنا لو كان في اول مره التواصل. طيب، لو في حاله لو ما كانش في اول مره التواصل، بنعمل ايه؟ بنحذر ونتعامل بشكل حذر لكن بنديله عذر. في نقطه مهمه جدا بقى، وهي كحل لو لقيت ان قله الذوق دي متمثله في ان هو مش مقدر مجهودك. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت كل ما مره يا استاذ فلان تجيب لي عملاء ويقعدوا يتفرجوا وافضل اطلع وانزل وافتح، وفي الاخر ما بيشتروش او ما بيأجروش.
وضح له كويس جدا المجهود اللي انت بتعمله، ووضح له ايه اللي بيحصل بيهايند سين او خلف المشهد او ورا الكاميرا. زي ما احنا كلنا كده بنشوف فيلم او مسلسل، بنشوف الممثلين بيتحركوا، لكن قبل ما هم يتحركوا، قبل ما ده يتصور، في شغل كبير جدا جدا بيحصل من اول سيناريو لاخراج لانتاج لاضاءه لمعدات تصوير لتجهيز للمكان اللي بيتم التصوير. في حاجات كتير جدا بتحصل. نفس الكلام المؤجر او البائع او المشتري او المستاجر، كلهم بيشوفوا اللي بيحصل قدامه، الحاجه البسيطه او اللي بتحصل قدامه المشهد ده بس، اللي انت جايب حد وداخل عليه بس، هو ما بيشوفش قبل كده حاجه. فانت لازم تكون بتوضح له الكلام دوت، وبتوضحه له، وبتوضح له خبرتك قد ايه في المجال وايه اللي انت بتعمله عشان تقدر تجيب العميل اللي هو مستخف بان هو يقول لك في الاخر ايه ما بيأجرش. قول له ان معظم الكومنتس بتجيلي علشان نقطه كذا، فنقطه كذا دي مثلا اللي هي الموقع مش احسن حاجه، او الدور او الاسانسير او المدخل. وضح له النقطه اللي ممكن معظم العملاء بيعلقوا عليها، وقول له انا بحاول ان انا اشوف العميل اللي هو هيتماشى معاه النقطه دي. لو لقيته برضو مصر على ان هو مش مقدر مجهودك وكرر الموضوع ده تاني، ممكن هو ذوق في المعامله بس مش مقدر مجهودك، برضو انهي معاه العلاقه فورا. العميل ده انت هتخسر معاه، واهم مورد للمستشار العقاري هو وقته. اتمنى تكون المعلومات دي فادتكم، واعملوا اشتراك ولايك وسبسكرايب وشير كمان للفيديو لو تعرف حد ممكن يفيده الفيديو ده. كان معكم احمد ابراهيم، موقع انا وسيط .com. شكرا.